بسم الله. احبابي في الله، ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا دايما بصحه وبسعاده وبخير يا رب. قبل ما نبدا الفيديو ان شاء الله، يا ريت تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي فيديو ان شاء الله ننشره. النهارده هنتكلم عن موضوع غريب شويه بس هو حقيقه. ايه رايكم لو انا وانتي وانت كلنا شغالين ببطاريه؟ يعني ايه؟ يعني حاطين بطاريه في جسمنا بتتشحن وشغالين بيها. ما من غير البطاريه ما نعرفش نتكلم ولا نعرف نفكر ولا نعرف ناكل ولا نعرف نعمل اي حاجه. تخيلوا الوضع كده. انا مش بهزر على فكره ولا بتكلم في خيال ولا حاجه افتراضيه، لا ده فعلا حصل والله العظيم. انا شفت فيديو على النت، شاب يا حبيبي حاجه و20 سنه شغال ببطاريه، والبطاريه دي ب900,000 جنيه. وشفت مكان البطاريه، ابحثوا عنها على النت كده. شفت مكان البطاريه على الشمال كده، مكان القلب، مزروعه داخل الجسم، حاجه كبيره كده مربعه، وعاملها ب900,000. طبعا وزاره الصحه عاملاها له، معموله على نفقه الدوله. والبطاريه فضيت وعاوزه تتشحن ومتوصله بالمخ. بطاريه متوصله، عاملين له عمليه موصلينها بالمخ، والبطاريه فضيت. والشاب يا حبيبي عمال يترعش وهو مش عارف يتكلم ولا عارف يبلع ولا عارف ياكل ولا عارف يعمل اي حاجه، ومحتاج كمان 900,000 عشان يشحن البطاريه. والله فعلا الموضوع عجيب. تخيلوا كده. فكرت بقى قلت ياه، ده علشان ياكل ويتكلم ويمشي ويتحرك عمال يترعش زي ما يكون عنده شلل رعاش، جسمه كله بيترعش ومش مظبوط خالص. قلت سبحان الله، يعني احنا بناكل وبنتكلم وبننام وبنصحى وبنعيش كل حياتنا طبيعي من غير بطاريه. ده بطاريه بس تتشحن قعدت 3 سنين ب900,000. احنا بفضل الله ما شاء الله عايشين، بناكل وبنتكلم وبنشرب وبنفكر وبننام وبنصحى وبنتنفس، ولا بطاريه ولا اي حاجه. قد ايه نعم ربنا عظيمه علينا. حد يقول لك ايه نعمه عشان بتنفس؟ طبعا نعمه عشان بنتنفس. ناس كتير محطوطه على اجهزه، على تنفس صناعي، ولو مفيش تنفس صناعي او مفيش اكسجين هيموتوا. ناس كتير نفسها تتنفس 10 دقايق ربع ساعه كده، تاخد هواء طبيعي من غير اجهزه. مجرد نعمه النفس نعمه عظيمه عند ربنا. مجرد نعمه البلع الريق دوت من غير ما زوري يوجعني ومن غير ما يكون عندي امراض واخد مضاد حيوي، نعمه عظيمه عند ربنا. مجرد ان انا باكل وبشرب وبهضم وبعيش حياه طبيعي، نعمه عظيمه عند ربنا. يا ده احنا لو قعدنا نفكر هنلاقي نعم قد ايه عندنا واحنا مش حاسين بيها. ليه؟ لان احنا اتعودنا عليها. ما هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. الإلاف اللي هو التعود، النعم. انت اتعودت على النعمه فانت مش حاسس بيها. يعني اتعودنا كده خلاص ان احنا ننام وناكل ونشرب ونقوم ونخرج، فمش حاسس في نعم. اقول لك احمد ربنا على النعم. نعم ايه يا عم؟ ده انا مديون، ده انا عليا فلوس قد كده، ده انا مرتبي ما بيكملش معايا نص الشهر. يبقى نعم ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ سبحان الله. يعني انت عشان مديون مرتبك ما بيكفيش نص الشهر والحاجات دي يبقى انت كده ما عندكش نعم؟ ده سبحان الله. كل النعم اللي قلت لك عليها دي، نعمه البصر، ان انا بشوف، ان انا بقدر اتكلم اعبر عن نفسي، ان انا بسمع اللي قدامي بتفاعل معاه، بشوف الناس بتكلمني بتقول لي عايزه ايه. نعمه التفكير ان انا عاقل الحمد لله بفكر. نعمه الاحساس، نعمه الشم، ان انا بشم. ايام الكورونا كنا كلنا هنموت لما حاسه الشم دي بتروح مننا. التذوق، ان انا بدوق طعم الحاجه اللي باكلها. الهضم، ان انا بهضم طبيعي الحمد لله باكل اي حاجه. بق الميه، ان انا بقدر اشربه الحمد لله ما بيأذينيش. الاكل ما بيأذينيش. كل دي نعم. يا ريت يا جماعه نفكر دايما ونستشعر النعم اللي حوالينا عشان نبقى دائمين الحمد لله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لئن شكرتم لأزيدنكم. فاحنا لازم نستشعر دايما نعم ربنا علينا علشان نشكر ربنا عليه. ده دي في الحواس وفي جسمي، ما بالكم بقى نعمة الأمان الحمد لله فضل ربنا. نعمة الستر فضل الله علينا ان احنا مستورين الحمد لله. نعمة الأمان ان احنا في أمان ما عندناش حروب. يعني كل دي نعم ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لنا، المفروض دايما نستشعر ربنا عليها
نستشعر ربنا، نستشعرها كده عشان نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها. ونتذكر كده الشاب اللي عايش ببطاريه، البطاريه بتاعته عايزه تشحن ومش قادر يعيش. الله اكبر، الله اعظم، الله اكبر، العزة لله، الله اكبر، الله اكبر. يا ريت يا جماعه ما نبطلش نحمد ربنا ونبص لنص الكوبايه المليان، ما نبصش للنص الفاضي. يعني ايه؟ يعني ابص للنعم الموجوده، مش ابص للحاجه المفقوده. ما اقولش ده انا ما عنديش بيت ملك، ده انا عايش في ايجار، ده انا ولادي ما دخلوش طب ولا هندسه، ده انا مش جميله زي زميلتي فلانه او صاحبتي فلانه، ده انا ما عنديش مش. طب سبحان الله، طب ليه نبص للمفقود؟ ما نبص للنعم الموجوده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث فيما معناه ان احنا في امور الدنيا نبص للي اقل مننا عشان نحمد ربنا على النعم اللي عندنا. في امور الاخره نبص للي اعلى مننا. ليه؟ عشان نجتهد. ما اقولش فلانه عندها شقه ما شاء الله، طب انا ابص للي اقل مني. فلان عندها اوضه، فلان عنده بيت ايجار، فلان عنده بيت مش مصبوب، ده مجرد سقف خشب. ابص للي اقل مني في امور الدنيا. في امور الاخره فلان بسم الله ما شاء الله بيصلي الفجر يوميا، فلان بيحفظ القران، فلان حافظ كام جزء، فلان كل فرد في المسجد، فلان بسم الله ما شاء الله بيختم كام ختمه في الشهر، بيصوم اثنين وخميس. يبقى في امور الاخره ابص للاعلى مني علشان اجتهد اكتر، لان الدنيا دي متاع زائل، فمش هفضل اركز فيها وافضل انا اركز كل همي ان انا اجمع اموال في الدنيا وانسى الاخره. ودايما نتذكر ان احنا فتره مؤقته وماشيين، ونتذكر نعم ربنا علينا ونشكر ربنا عليه، نعم عظيمه علينا. في واحد بقى ملك جاب حكيم وقال له اوعظني. قال له لو انت في صحراء ومش لاقي كوب ماء، كوبايه ميه، تدفع قد ايه؟ انت خلاص هتموت، تدفع قد ايه عشان كوب الميه دوت تاخده؟ قال له ادفع نص ملكي. طب قال له لو الماء دوت اتحاش وانت مش عارف تصرف الميه ديت وتخرجها، يعني تعمل حمام تقضي حاجتك طبيعي كده، قال له ادفع نص ملك التاني. قال له شوف ملكك كله ما يسواش شربة ماء واخراجها. نتذكر نعم ربنا علينا دايما يا جماعه ونشكر ربنا عليها، عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في صحتنا وفي اولادنا وفي اموالنا ويزيدنا. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. واللي ما عملش اشتراك للقناه يعمل اشتراك ويفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.